الكرام في كل مكان، بنرصد لحضراتكم واقعة مأساوية من لاعب نادي الزمالك الكابتن معتز هشام. بنرصد لكم ايه اللي حصل معاه قدام بوابة نادي الزمالك. الكل تجاهل وجوده واتطعن واتغدر بيه، ودلوقتي هو مستقبله ضاع. برحب بحضرتك وعايز حضرتك تقول لي ايه اللي حصل معاك يا كابتن. اللي حصل ان انا كنت لسه مخلص تمرين من عند نادي الزمالك، فجه ولد صغير اسمه منذر، جه راح يعني بينكشني بالكلام ان انا عايز يتخانق معايا عشان عارف ان في ناس وراه وهتيجي تتخانق معايا. فهو كان عايز ياخدوا مني الحاجه اللي معايا، وهو قال له ايه، انت خش وعوره انت بالمطوه، انت عيل صغير مش محدش هيجي يتكلم معاك يعني في حاجه. فمنذر ده راح مسك المطوه، راح معورني بيها في صدري هنا، بس كانت تعويره بسيطه يعني. فرحت انا زقيته وقلت له يا حبيبي بعد اذنك ما امشي. فراح برضه قعد يشتمني، قعد برضه يشتم لحد ما انا يعني اتعصبت ورحت زقه وقلت له امشي. راح صاحبه راح جاي، راح ماسك طوبه وراح حادفها عليا. انا رحت زقيت صاحبه، فراح واحد اسمه الليمبي راح جاي، فراح مكعبلني من ضهري ورحت واقع. فانا لما قمت فيعني مسكنا في بعض وكده، راح مسك المطوه راح معورني في ايدي. بعد ما اتعورت وايدي اتفتحت، قطع وتر وشريان هنا، واتعورت هنا، وفي رجلي برضو اتعورت. رحت بعد ما انا اتعورت، راح واحد اسمه هاشم راح جايب قالب طوب وراح حادفني بيه في دماغي، فدماغي اتفتحت هنا، خدت 6 غرز. فيعني بعد ما انا اتصفيت اصلا، يعني انا دمي خلاص، انا يعني دمي بقى في الارض، هو راح جايب طوب برضو وراح حادفني بيه. هو قال لهم اقتلوه وانا هخبيكم، هو قال لهم كده. فبعد ما يعني عوروني راحوا جريوا، ومحدش ولا الامن ولا اي حد كان واقف في الشارع حاول ان هو يساعدني باي حاجه. الناس كانت ماشيه في الشارع بتتفرج، محدش لمسني حتى قال لي مالك. فبعد ما جريوا انا يعني صحابي لحقوني وكده الحمد لله. رحت مستشفى الموظفين. اول ما رحت المستشفى قالوا لي احنا مش هنعرف نلحقك، انت دراعك ده ما يتخيطش، انت محتاج عمليه. اللي محتاج العمليه لازم اروح مستشفى كبيره. رحت مستشفى كبيره، رحت مستشفى تانية قالوا لي برضو انت محتاج مستشفى يعني حلوة. رحت مستشفى فعملوا لي العملية الحمد لله، فضلت في العملية 4 ساعات. بعد ما خرجت من العملية راح ايه اللي حصل بعد ما رحت العمليات؟ بعد ما خرجت من العملية رحت مشيت. تمام، ماشي عليا وانا في العملية وكده بس. طيب امن نادي الزمالك عمل ايه معاك، او نادي الزمالك رغم ان انت اتعورت قدام النادي نفسه؟ امن النادي ولا حد كلمني ولا حد قال لي مالك. وكان في واحد كان واقف يعني ده يعني نفسي اشوفه، جاي كان بيتكلم في التليفون، فانا بقول له الحقني، اتصل بالاسعاف، اتصل باي حد. فقال لي ماشي، وما يعني ما ادانيش اي اهتمام. بعدين رحت المستشفى ومشيت. حد اتواصل معاك من اهليه المتهم؟ كلموني وعايزين يحلوا الاتنين اللي هم الصغيرين، اللي هو واحد ضربني بالطوب والتاني واخو الواد انا جبناه يعني وحبسناه وكده، بس الحكومه خرجته عشان هو ما معلوش اتهام. بس هو بيكلمني دلوقتي فبيقول لي نحله ومش نحله اللي انت عايزه. انا مش عارف، انا كل اللي انا عايزه ان انا دراعي يرجع زي ما كان. انا بناشد المسؤولين، اي حد يعني يوصل له الفيديو ده يعني يحاول ان هو يساعدني ان انا اجيب حقي. انا مش عايز اكتر من حقي، انا دراعي خلاص، انا دراعي باظ، مش هيرجع تاني. ايه الاصابات اللي عندك، وهل هتلعب تاني ولا الدكتور قال لك ايه بالظبط؟ الدكتور قال لي انت ايدك مش هتعرف ان هي ترجع زي الاول تاني، مش هعرف احركها كده، انا ايدي اخرها كده بس، لكن هي ترجع تاني مستحيل. مش عارف، الله اعلم ممكن اقدر ارجع ولا لا، بس يعني الحمد لله. يعني نفهم من كلامك ان مستقبلك قد يكون ضاع؟ الله اعلم، بس يعني هحاول امشي على علاج. احنا هنحاول نمشي على علاج وان شاء الله ربنا يكرمك وهترجع احسن من الاول. حابب تضيف حاجه؟ بنشكرك جدا.